هنعمل أحلى حواوشي اسكندراني على أصوله بجد تحفة جدا وهيعجبك. نشوف المقادير معانا سهلة وبسيطة قوي. أنا عندي كيلو من دقيق المخبوزات، ولازم يكون مخبوزات أو دقيق نوعه كويس أوي يستحمل معانا، وربع كوباية من الزيت، وهناخد معلقة ونص كبيرة سكر، 3 معالق كبار زبادي، كيس خميرة أو معلقة كبيرة خميرة، وعندي معلقة صغيرة مش مليانة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح. وعندي بقى كوباية الشاي العادية من اللبن، واللبن يكون دافي. هنزل بقى احط عليها معلقة ونص من السكر، ودي هنختبر بيها الخميرة، ونحط كيس الخميرة معانا وندوبهم مع بعض كويس عشان خاطر نختبر الخميرة. تمام. هنحط بقى باقي المكونات بتاعتنا، البيكنج باودر والملح، وانا احتاجت ده عشان اغطي بس بيه الخميرة. بعد ما اختمرت بقى هحط بقى كل حاجة على الدقيق، اللبن مع الخميرة وكل المكونات بتاعتنا المتبقية، الزبادي والزيت. وهنروح بقى نعجنهم بالعجان او بايدك، تلمي العجين وبعد كده تلمي الدقيق يعني بالمكونات بتاعتك، وبعد كده تبدأي ان انت تعجني بيه. يعني سهل وبسيط، بس انا مش بقدر اعجن عشان ايدي بتوجعني. العجان بقى اول حاجة على هنعجن على اقل درجة، وبعد كده نكمل بقى العجن بدرجة عالية شوية، وبنزود مية دافية او لبن على حسب ما بنحتاج. يعني ممكن تحتاجي كوباية ونص او كوباية وربع، لغاية اما العجينة بتاعتنا تبقى ملمسها ناعم، وهي اصلا مش بتلزق، يعني ناعمة وفي نفس الوقت مش بتلزق خالص. هتحسي مثلا انها ناشفة شوية، بس هي مش ناشفة، هي طرية جدا معاكي، بس اهم حاجة انها تكون مش بتلزق. هتبقى بالشكل ده كده. بصي، انا بوريكي هنا انت ممكن تعجني ازاي، وكمان عشان اوريكي ملمس العجين انها مش بتلزق خالص. دي طريقة العجن، ان انتي بتحطيها مثلا في طبق بلاستيك مثلا او ايا كان نوع الطبق، او على الرخامة، وتبدأي ان انتي تعجني فيها رايح جاي كده بالشكل ده. ولو تعبتي ريحي وكملي تاني. بلم العجين بقى وبحط رشة كده من الزيت، وبدهن بيها العجين في الوش، ويعني في الوشين بتوعها، وبغطيها بالاسترتش او بفوطة، وبحطها في مكان دافي عشان تختمر كويس. اهم حاجة زي ما قلنا قبل كده، اي حاجة بتختمر ما تبالغيش في التخمير بتاعها، عشان خاطر طعم اللقمة بتاعتك تبقى طعمها حلو. لان لما بنسيبها تخمر كتير وقت طويل بتبقى طعم مش حلو خالص يعني. وجربيها وشوفي اللي انا بقولك عليه. عندي بقى للحشو بتاعي هيبقى لحمة مفرومة نص كيلو، قدها بصل نص كيلو مفروم، وبقدونس، ورق بقدونس، وفلفل رومي، ده طبعا على حسب الكمية انت عايزة قد ايه، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. التوابل عندي معلقة كبيرة من الملح، ربع معلقة سكر، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، وزيها كزبرة ناعمة، وزيها بابريكا، وتوابل حواوشي دي بجيبها من العطار، ده كل ده معلقة صغيرة. عندي بقى رشة من القرفة، وعندي كمان سماق وجنزبيل والسبع بهارات، دي رشة بقى من كل حاجة حوالي ربع مثلا معلقة. تمام. وهحطهم بقى عندي هنا كده. وعندي بقى في المفرمة بتاعة الخلاط المطحنة هحط بقى ورق لورا وحبهان وقرنفل وكبابة صيني، وهفرمهم مع بعض لغاية اما ينعم على قد ما بقدر. وبعد كده بحطهم في اي صفاية بتاعة الاعشاب كده، عشان ناخد البودرة بتاعتها بس، مش عاوزين بقى الحاجات دي بقى ممكن نحطها بقى في الشوربة او كده يعني، ما تستغنيش عنهم يعني، ما ترميش الحاجة. تمام. هقلبهم مع بعض كويس جدا عشان كل حاجة تمتزج كويس جدا مع بعض. وبعد كده انا كان عندي ليا كنت ناسيها اصلا، فافتكرتها وطلعتها من الفريزر. هي بتبقى مجمدة قطعة كده قد الليمونة، وبشرتها بالمبشرة وحطيتها معايا. وعندي معلقة من الدقيق او معلقتين على حسب ما اللحمة تلم معاكي، وما تبقاش بتزفلط في ايدك كده، فاهماني؟
بكورها كده على قد القطعة اللي انا عاوزاها، وبحطها في التلاجة ترتاح لغاية طبعا ما العجين بتاعي يختمر كويس. بطلع الهواء بقى من العجين بعد ما اختمر. تمام. وهبدأ ان انا اقطعه بقى لقطع بالشكل ده، الحجم ده كويس جدا. تمام. هبدأ بقى ان انا اقطع كله واسيبه يرتاح بالشكل ده كده. كده دي الكمية بتاعتي، هسيبه يرتاح، واول واحدة انا قطعتها هي اللي هبدأ فيها. تمام. رشة بقى من الدقيق او من غير دقيق، هو كمان كان ملمسها كويس جدا مش بتلزق، فما كنتش محتاجة للدقيق، بس كان احتياطي يعني كنت حطاه. بفرد بقى على حسب العجينة، انا مش عاوزة افردها رقيق قوي، عشان خاطر بس الحواوشي بتاعي ما يبقاش سهل ان هو يتقطع مني في الفرد او في الفرن لما يتحط. طبعا الفرن بكون مشغلاه على درجة حرارة عالية جدا، وبكون حاطة الصاج بتاع الفرن في من تحت يعني قريب من النار، وبسيبه يسخن، لان انا باخد الرغيف وبعد وبحطه على طول على الصاج، مش بحطه في صينية وارجع احطه في الفرن. لا، بخلي الصاج بتاع الفرن هو اللي يسخن كويس. تمام. انا زي ما شفتوا انا بلم العجين ازاي. دي واحدة تانية، بفرد العجينة على سمك يكون كويس يعني ما يكونش رقيق، تكون محملة معايا يعني. وبحط قطعة اللحمة، بلمها بالشكل ده وبقفلها، بضغط عليها كويس عشان تتقفل كويس، وخلاص كده انا خلصتها. بسيبها ترتاح تاني لغاية اما الفرن تسخن كويس. دي بقى هعملها بالجبنة، وكمان هحط لها كمان جبنة على الوش، هعملها وش بيتزا يعني. هحط قطعة اللحمة كمان، وكنت عاوزاها سبايسي فحطيت قطع من الفلفل الحامي الحار. وبعد كده هحط كمان الموتزاريلا تاني، يبقى موتزاريلا وعليها اللحمة وبعد كده موتزاريلا تاني. تمام. بقفلها كويس جدا عشان طبعا فيها جبنة، والجبنة لما بتسيح بتبهدل الدنيا، لازم تتأكدي ان انتي مقفلة كويس. وبسيبها ترتاح، وببدأ في اول واحدة ان انا حطيت لها اللحمة. بعد ما حشيتها وكده وريحتها، هبدأ ان انا اضغط عليها بالراحة جدا، او بايديا بالشكل ده لغاية ما تتفرد معايا، طبعا عشان ارتاحت فبتتفرد معايا بكل سهولة. انا مش عاوزاكي تبالغي قوي في الفرد، وانك تضغطي عليها كتير عشان خاطر ما تتفتحش منك، ولو اتفتحت ما تقلقيش يعني الموضوع بسيط يعني مش هيحصل حاجة، بس عشان خاطر يفضل شكل الرغيف معاكي حلو جدا زي ما بنشتريه. معايا بقى معلقتين لبن كده، وهبدأ ان انا اعمل الوش، امسح على الوش عشان يدي لون حلو، وكمان عشان خاطر هحط السمسم وحبة البركة على الوش كده فيلزقوا بقى ما يتحركوش من مكانهم. بحطه في الفرن بقى، وطبعا بتابعه ولما بياخد لون من تحت بياخد لون من فوق، بس لو خد من لون من تحت من غير ما ياخد لون من فوق فبشغل الشواية بيبقى حلو. وممكن كمان تسويه بطريقة تانية، ان انتي تحطيه على طول على الستوك بتاع الفرن، وتشغلي الشواية الاول ياخد وش من فوق، وبعد كده تشغلي الفرن فياخد اللون تاني بقى من تحت. التسوية دي حلوة جدا وعجبتني جدا، خلت الرغيف منفوخ وشكله حلو قوي. عملت بقى سلطة اللي هي سلطة الحاتي، وكمان شوية زيتون بقى كده. بصوا بقى جمال الحواوشي بتاعنا جميل جدا ما شاء الله. يا ريت بقى ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، ويا ريت ما تنسنيش بتعليق حتى لو بحرف عشان توصل لأكبر عدد ممكن. اما الحواوشي بقى اللي هو وش بيتزا، انا سويته عادي جدا وخد لون من تحت، ولما كنت هديله لون من فوق حطيت له الجبنة الموتزاريلا، وحطيته بقى كده تحت الشواية ساحت الجبنة واخد لون حلو جدا. بتبقى تسوية سهلة جدا على فكرة وبسيطة، بس اهم حاجة لازم تكون الفرن سخنة جدا، ويكون الصاج او الصينية اللي هتسوي عليها تكون سخنة قوي. تمام. بصوا بقى الجمال جميل جدا ما شاء الله، تحفة بجد. طبعا بقى قدمت بقى ايه حاجة ساقعة مع شيبسي، يعني عملت الجريمة كاملة عشان خاطر ما يبقاش في نفسهم اي حاجة. اكل الشارع اكل المطاعم تقدري تعمليه في البيت بكل سهولة ومن غير اي تعقيدات. جميل جدا، وطبعا بيبقى طعمه حلو جدا، وكفاية انه معمول بحب ومعمول بنظافة
وواثقة في كل حاجة انتِ بتعمليها. بُصّوا الجمال، واللحم بتاع الحواوشي مستوي والجبنة سايحة وجميل جدًا ما شاء الله. يا ريت بقى لو شُفتِ الفيديو معايا يا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرًا جدًا والسلام عليكم.